النخبة العراقي لكرة اليد موسم 2025-2026. هنا مواجهة على قاعة نادي السليمانية بمقابلة نادي الفتوة في الدور السادس. ننتظر ونشاهد هذه المباراة، من سيحقق الانتصار في هذه المواجهة. مع البداية هنا محاولة للوصول للهدف، ولكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية، إلى خارج القاعة. الكرة لا زالت عادت من جديد لمصلحة فريق السليمانية، يحاول من هنا، ولكن الكرة من هناك كانت لمصلحة الفتوة في هذه الكرة الماضية، ولكن الكرة مرت وفتوة يبحث من خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز. الفتوة الذي يعني لعب 5 مباريات أو لعب 4، لأن لديه مباراة مع نادي الناصرية قد شطبت نتيجة اللقاء، وهو خسر في المباراة الأولى التي لعبها طبعا مع الكوت 31-20، وحقق فوز على نفط ميسان ب33-15. ولكن مع البداية لاحظ هنا الفتوة يحاول أن يسجل هدف مع بداية اللقاء. وأيضا في المباراة الأخيرة الفتوة خسر من أمام بلدية البصرة بفارق هدف واحد، 25-26. هنا محاولة للوصول، يحاول يبحث للأمام، ولكن أيضا فيها مخالفة وخطأ لمصلحة فريق الفتوة. يبحث بشكل مباشر، هنا محاولة، ولكن التصدي حاضر من حارس المرمى في الكرة الماضية. هنا وهدف أول يأتي في بداية هذا اللقاء لمصلحة السليمانية. يسجلون. الآن ستشتعل المباراة مع بدايتها، ولكن الكرة من هناك فيها مخالفة أخرى لمصلحة الفتوة. ماذا سيحقق السليمانية من خلال هذا اللقاء؟ فريق السليمانية الذي يعني خسر المباراة الأخيرة من أمام ديالى، وخسر من أمام أيضا الجيش، ولكن حقق فوز على نفط البصرة بفارق هدف وحيد، 27-26. ولكن في المباراة الأولى هو خسر في الدور الأول مع كربلاء 30-23. طبعا في الجولة الخامسة السليمانية لديه مباراة مؤجلة مع نادي الحشد، ولكن في هذا اللقاء السليمانية يبحث أن يعزز جدول في جدول الترتيب وأن يصل إلى مراكز متقدمة. لديه 3 نقاط فقط وانتصار وحيد. من هنا لمصلحة الفتوة، المداورة في الكرة، والكرة مرت إلى الخارج. تبقى النتيجة على حالها. السليمانية يتقدم بهدف. السليمانية يريد تحقيق الفوز من خلال هذا اللقاء. طبعا حكام هذا اللقاء بلال إبراهيم وأسامة سامي، وأيضا حكام الطاولة شاكول مجيد وتينا كريم، بينما المشرفين كنعان حسين ومحمد خليل. كرة لمصلحة لاعبي السليمانية. من هناك محاولة للوصول للهدف. هذه كرة تسديدة، ولكنها لم تكن دقيقة. عادت فاست بريك سريعة، ولكن كرة مرت إلى الخارج. مباراة مع بداية شاهدنا فيها هدف لمصلحة السليمانية، الفريق الذي قدم مباراة كبيرة ورائعة في الدور الثاني مع نفط البصرة، عندما قلب النتيجة على نفط البصرة وحقق فوز في تلك المباراة بفارق هدف 27-26. وبالتالي يبحث السليمانية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب. هو لديه طبعا يعني 3 نقاط. أيضا طبعا شطبت طبعا جميع نتائج مباريات نادي الناصرية الذي انسحب من دوري كرة اليد، ولكن يبقى يعني الحشد يوم أمس أيضا حقق فوز على كربلاء. في مباريات يوم أمس ديالى حقق فوز على نفط البصرة 23-22 على نفط البصرة. الحشد أيضا فاز على كربلاء 28-24. وأيضا الكوت حقق فوز على بلدية البصرة 37-19. وهذا اليوم أيضا لدينا مباراتين، الجيش مع نفط ميسان والسليمانية مع الفتوة. طبعا
نادي الحشد هو حامل اللقب في هذا الموسم، وبالتالي ننتظر ونشاهد ونتابع لمباريات مثيرة وممتعة إن شاء الله في دورينا في دوري كرة اليد. نقول حصريا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، كرة لمصلحة السليمانية، يريدون تعزيز الأهداف ولكن أيضا المخالفة عادت من هناك لمصلحة السليمانية. محاولة للوصول وهز الشباك، هذه كرة وهدف ثاني، هدف ثاني يسجل لمصلحة السليمانية، وعادت الكرة بشكل سريع لمصلحة الفتوة وهدف تقليص الفارق 2-1 الآن. سجل السليمانية وعاد الفتوة ليقلص الفارق. في هذه القاعة شاهدنا يعني مباراة جميلة كانت مع نفط البصرة في الدور الثاني، عندما فاز السليمانية على نفط البصرة هنا في هذه القاعة 27 مقابل 26. طبعا السليمانية أيضا لديهم أسماء جيدة، تحدث عن زين العابدين اللي كان حارس منتخبنا الوطني في كرة اليد، أيضا تحدث عن حسين أحمد عزيز، وأيضا المحترفان الإيرانيان طبعا كاميران نصرتي محترف الإيراني، وأيضا سجاد ندري بالرقم 27 أيضا محترف إيراني متواجد في أرضية القاعة مع الأسماء الأخرى، مع سهند أشرف محمد علي، الأسماء المتواجدة مع الند دولير محمود، والأسماء الأخرى المتواجدة بصفوف السليمانية. أيضا تحدث عن حسين أحمد عزيز، اللاعب الذي لعب سابقا لبغداد ولعب للطلبة ولعب لديالى. السليمانية أيضا لديهم لاعبين جيدين. مصلحة السليمانية سنشاهد تحقيق فوز لمصلحة السليمانية من خلال هذا اللقاء. كرة فيها كانت مخالفة لمصلحة الفتوة، بالسلامة إن شاء الله. طبعا لو تحدثنا عن الفتوة، تحدث أيضا لديهم طبعا 3 محترفين، لديهم طبعا سفيان بن خالد الطرابلسي وأمان الله بن خالد بن عبد الكريم، لاعبين يعني تونسيين موجودين بنادي الفتوة، سفيان الطرابلسي وأمان الله عبد الكريم. وأيضا لديهم محترف سوري نادي الفتوة، أحمد محمد حمادة رقم 99، سوري يلعب مع نادي الفتوة. طبعا هذا موسم ثاني مع الفتوة في هذا الموسم، وبالتالي يعني الفريقين يمتلكون محترفين، وممكن أن نشاهد مباراة جميلة في هذا المساء في دورينا دوري كرة اليد. ماذا سنشاهد؟ هل سيتمكن الفتوة من العودة في هذا اللقاء؟ كرة لمصلحة الفتوة، ولكن الكرة الماضية فيها مخالفة لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. كرة عن طريق أحمد محمد حمادة والأسماء الأخرى المتواجدة من هناك، وهدف إذن يسجل لمصلحة الفتوة، يسجلون بهذه اللحظات التعادل 2-2. النتيجة فيها تعادل. يبدو سنشاهد مباراة مثيرة في هذا المساء، ولكن الصافرة موجودة. مخالفة رمية مصلحة السليمانية، تدوير بالكرة. يبدو سنشاهد مباراة مثيرة طالما نشاهد تعادل مع بداية اللقاء. محترف كاميران نصرتي، واحد من الأسماء المميزة في السليمانية، محاولة التدوير بالكرة والتسديد على المرمى.
من هناك لا زالت لمصلحة السليمانية، مخالفة واضحة تماما لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. كاميران، ولكن اصطدت في لاعبي الفتوة، بينما هناك انطلاقة من هناك على الجهة اليمنى يحاول فيها، ولكن محاولة الفاست بريك بشكل سريع، ولكن من هناك بالسلامة إن شاء الله للاعب السليمانية يشكو من إصابة. شاهدنا يوم أمس كانت مباراة جميلة ومثيرة حقيقة في الدور السادس، مباراة اللي كانت بين ديالا ونفط البصرة اللي انتهت لصالح ديالا بفارق هدف 23 مقابل 22. كانت مباراة جميلة، وحتى مباراة الحشد مع كربلاء يوم أمس أيضا كانت مباراة مثيرة حقيقة، يعني أيضا انتهت بفارق 4 أهداف فقط لمصلحة الحشد 28 مقابل 24. ولكن شاهدنا يعني فارق كبير بين الكوت وبلدية البصرة يوم أمس 37 مقابل 19، بينما رمية جزائية لمصلحة السليمانية وهدف يسجل لمصلحة السليمانية عن طريق المحترف الإيراني كاميران نصرتي، يسجل هدف ثالث لمصلحة السليمانية 3-2. مباراة كأنها تبدو متكافئة، نشاهد ونتابع المباراة في هذا المساء. كرة لمصلحة الفتوة، ولكن كرة عادت من جديد. جماهير السليمانية حاضرة أيضا تشجع بشغف وحماس، والتصدي رائع جدا وجميل في الكرة الماضية، عادت لمصلحة السليمانية. يبدو أنها مباراة رائعة هذه، وهدف يسجل لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات بشكل رائع وجميل. السليمانية يعني يعززون الفارق إلى فارق هدفين 4-2 لمصلحة السليمانية، يسجلون. كرة عادت لمصلحة الفتوة، يريد العودة من خلال هذه الكرة، وبالفعل سجل الفتوة، يسجل الآن 4-3 كانت عن طريق جعفر صباح، وهذه كرة من جديد لمصلحة السليمانية. محاولة التدوير بالكرة على الجوانب، محاولة التسديد بالمباشر، مناولات بين لاعبي السليمانية هذه الكرة، ولكن من هناك مرت إلى رمية ركنية لمصلحة السليمانية. كرة لعبت من هناك، لعبت بشكل سريع للأمام، والتصدي حاضر في الكرة الماضية من زين العابدين حارس منتخبنا الوطني بكرة اليد. عادت لمصلحة السليمانية، بهذه الدقائق. السليمانية والرغبة الجامحة لتحقيق الفوز والانتصار وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. كاميران نصرتي والأسماء الأخرى المتواجدة، تحدث عن سجاد ندري، هذه كرة لسجاد ندري رقم 27 محترف الإيراني، ومع زميله أيضا الإيراني الآخر كاميران نصرتي أسد الله. هذه كرة للأمام للفتوة، وهدف هدف يسجل، تكون النتيجة 4-4 تعادل. كما قلت تبدو كأنها مباراة متكافئة، ونعم وهي كذلك، هذا ما نشاهده في ميدان القاعة. ولا زالت المباراة مثيرة، سنشاهد أجواء مثيرة وجميلة في أحداث هذا اللقاء، في هذه المقابلة. كاميران نصرتي من هناك، محاولة الوصول وتحقيق الهدف المنشود من سجاد إلى كاميران، وهدف يسجل
بهذه الكرة، ولكن هذا الكرة الماضية، ولكن يبدو حكم المباراة قد احتسب ربما مخالفة. حكم المباراة تحدث عن حكم الحكام طبعا بلال إبراهيم وأسامة سامي من محافظة ديالى، اللي طبعا أخذوا الشارة القارية قبل أسبوعين، وهذه أول مباراة لهم بالباج القاري في حكام هذا اللقاء. كرة لمصلحة الفتوة، ويبدو هل هناك رمية جزائية لمصلحة الفتوة؟ نعم، رمية جزائية لمصلحة الفتوة، هكذا يحتسب. ماذا أشار حكم المباراة؟ فتوة يبحث في هذا اللقاء أيضا، يعني هو النقاط متساوية بين الفريقين، بين السليمانية وبين الفتوة، ولكن نعم هي رمية جزائية لمصلحة الفتوة. الرمية هذه كرة ولكن لم تصيب الهدف. التصدي رائع من زين العابدين، يتصدى بكل بسالة. زين العابدين حارس منتخبنا الوطني وحارس نادي السليمانية. مناولات بين كاميران نصرتي والأسماء الأخرى المتواجدة من هناك، يحاول لمصلحة السليمانية محاولة الوصول، والكرة مرت إلى الخارج. فريق السليمانية تحدث عن أسماء مميزة، عن سجاد ندري وأيضا كرم طارق اللي لعب سابقا للفتوة، وهدف نعم هدف يسجل بهذه اللحظات. يا سلام، كنت أتحدث عن كرم طارق اللي هو اليوم يواجه فريقه السابق اللي سبق وأن لعب للفتوة ولعب للكرخ أيضا. تايم أوت، وقت مستقطع، والنتيجة واضحة لمصلحة الفتوة، 5-4. 5-4 لمصلحة الفتوة. كان هي فتوة أن يحقق انتصار في مباراة اليوم، يعني هو حقق فوز في مباراة واحدة نادي الفتوة على نفط ميسان في الدور الثالث، 33-15. طبعا في المباراة في الدور الأول نادي الفتوة كان في حالة انتظار طبعا، لأن طبعا كان نادي الناصرية متواجد في الدور، لكن الآن انسحب نادي الناصرية، وبالتالي الآن لا توجد يعني أي فريق، لا يوجد أي فريق في حالة انتظار. 5 مباريات في كل دور. يوم أمس 3 مباريات، واليوم مباراتين، الجيش مع نفط ميسان أيضا، والسليمانية مع الفتوة. عادت لمصلحة السليمانية. مناولات، محاولة للوصول للهدف، وهو هدف. الله الله الله، هدف يسجل لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. يحزون الشباك وتعود المباراة إلى نقطة البداية. 5-5. التعادل الآن بالسلامة إن شاء الله لمدافع لحد لاعبي الفتوة بالسلامة. نتمنى أن نشاهد الإصابات في عالمنا الكروي، سواء كانت كرة اليد أو القدم أو كل الألعاب. الإصابات متواجدة في كل الألعاب بالسلامة إن شاء الله، حتى يعود من جديد ويكمل المباراة مع زملائه. لاعب الفتوة
طبعا لو تحدثنا عن بالنسبة لجدول الترتيب، الحشد وصل إلى النقطة 12، وديالى أيضا وصل إلى النقطة 12 مع الكوت أيضا. ولكن يعني شاهدنا من خلال يعني جمع الأهداف من بين الأندية المتواجدة في دورينا، طبعا الكوت أكثر من سجل أهداف. يعني يوم أمس وصل إلى الهدف 152 هدف نادي الكوت، والأقل منه طبعا نادي نفط البصرة عنده 148 هدف مع مباراة الأمس. ذلك الأكثر تسجيلا للأهداف هو نادي الكوت ب 152 هدف، خصوصا بعدما سجل يوم أمس على بلدية البصرة 37 هدف. طبعا الحشد أيضا لديهم أسماء جيدة، وهو حامل اللقب سجل 129 هدف. طبعا السليمانية عنده 96 هدف مع الأهداف الخمسة اليوم، سيصل إلى يعني الهدف 101 بالنسبة للسليمانية، وأيضا مستقبلين 120 هدف لغاية الآن بالنسبة للسليمانية، طبعا بعد شطب نتائج الناصرية أيضا. ولكن بكل الأحوال الدوري يبدو مثير حقيقة هذا الموسم. الكوت بدأ ينافس، وديالى أيضا مع الحشد، وحتى كربلاء أيضا فريق لا يستهان به، أيضا شاهدناه يوم أمس قدم مباراة جيدة جدا مع الحشد، وتبدو المنافسة قوية. وبالتأكيد يعني الفريق الذي لديهم محترفين جيدين يعني يحدث الفارق في الدوري بالنسبة للفتوة وحتى بالنسبة للسليمانية أيضا، وهذا واضح. طبعا المحترف يكون يحدث فارق كبير. السليمانية الآن لديهم لاعبين جيدين على مستوى المحترفين، أيضا تحدث عن المحترف الإيراني كاميران نصرتي، وأيضا سجاد نذري. الآن عودة الكرة من جديد لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، يحاولون الفتوة من التسجيل، وهو نعم سجل، هو سجل الآن هدف، يسجل لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. الفتوة يسجلون الهدف السادس، 6 الآن لمصلحة الفتوة. المباراة فيها تقارب كبير بين الفريقين. من هناك لمصلحة السليمانية لمسات، محاولة الوصول والدخول، ولكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة الفتوة. من هناك عودة الكرة من جديد لمصلحة نادي الفتوة. حارس المرمى الفتوة خبيب أحمد محمود. كرة الآن لمصلحة الفتوة، مناولات بين جعفر صباح وأيضا السوري أحمد محمد حمادة. إلى جعفر صباح، أحمد حمادة السوري من هناك يحاول فيها، والكرة مرت إلى الخارج. فتوة في هذا اللقاء يقدم مباراة جيدة، وهذا محترف إيراني من هناك. يا سلام، الله على المرور والوصول، وهدف. الله الله الله، هدف يسجل إذن لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات بكرة جميلة بمناولات رائعة. سجل السليمانية، روعة. السليمانية عندما يصل يسجل مع مسرور لقمان صالح
الأسماء الأخرى مع جعفر صباح بفريق الفتوة. جعفر صباح وأحمد محمد حمادة. جعفر صباح والتصدي، تصدي مثالي من زين العابدين للأمام. كرة عادت لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق. الفتوة يبحث، يريد أن يسجل ويعود من هناك. يا سلام، والكرة مرت، كرة مرت إلى الخارج. فتوة والسليمانية حقيقة لغاية الآن نشاهد مباراة جميلة بين الفريقين، فيها إثارة، هجمة هنا وهجمة هناك، والفريقين يعني نشاهد فيها يعني هناك تقارب واضح بين الفريقين في مباراة اليوم. من هناك للفتوة، ورمية جزائية، رمية جزائية تحتسب لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، لمصلحة أمان الله. أمان الله هذا المحترف التونسي، أمان الله هل سيسجل أمان الله؟ الكرة اصطدت في القائم الأيمن. هدف احتسبها حكم المباراة، هدف إذن يسجل لمصلحة الفتوة. احتسبها حكم المباراة هدف، نعم، لمصلحة الفتوة. كرة لمصلحة السليمانية، مناولات السليمانية، هل سيعود؟ يا سلام، وهذا هدف، هذا هدف سجل السليمانية في الكرة الماضية بكرة كانت جميلة لمصلحة السليمانية. كرة كانت عن طريق سجاد ندري المحترف الإيراني. لمصلحة الفتوة، مناولات بين جعفر صباح وأحمد محمد حمادة. من هناك يحاول المرور، يجد رقابة دفاعية ويعطي حكم مباراة، يشير إلى إيقاف دقيقتين للاعب من الفتوة ولاعب من السليمانية. الآن لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، مناولات جعفر صباح. من هناك يحاول المرور والكرة، ولكن أيضا فيها مخالفة، وأيضا إيقاف دقيقتين على المحترف الإيراني كاميران نصرتي يغادر. إيقاف دقيقتين. حكم المباراة بلال إبراهيم وأسامة سامي هم الحكام في هذه المباراة. الآن رمية جزائية، هل احتسب حكم المباراة رمية جزائية لمصلحة الفتوة؟ شاهد ونتابع في هذا اللقاء، في هذه المباراة المثيرة. السليمانية الذي طبعا لديه انتصار وحيد، والفتوة أيضا لديهم انتصار وحيد. السليمانية فاز على نفط البصرة، بينما الفتوة فاز على نفط ميسان. الآن ستعود الكرة للدوران من جديد هنا في قاعة السليمانية والفتوة في الدور السادس، الدوري النخبة العراقي لكرة اليد موسم 2025-2026. طبعا تحدث
عن دور النخبة العراقي لكرة اليد. الحشد طبعا هو حامل اللقب. طبعا لو نشاهد ونتابع طبعا نتائج مباريات دورينا بكرة اليد، الحشد فاز على الكوت في الدور الأول، كربلاء فاز على السليمانية في الدور الأول، ونفط البصرة فاز على بلدية البصرة، وديالى فاز على نفط ميسان. هذا في الدور الأول. بينما في الدور الثاني السليمانية فاز على نفط البصرة، والجيش فاز على بلدية البصرة هناك في البصرة، وأيضا الكوت فاز على الفتوة، والحشد فاز على نفط ميسان. طبعا أيضا لدينا في الدور الثالث الجيش فاز على السليمانية 31 مقابل 28، وأيضا الكوت فاز على كربلاء 30 مقابل 20. هذه طبعا نتائج الدور الثالث، ولكن الكرة عادت للدوران من هناك لمصلحة الفتوة، والكرة مرت إلى الخارج. أيضا طبعا ديالى فاز على بلدية البصرة في الدور الثالث، ولكن هنا يعني فريق السليمانية يريد العودة من جديد لهذا اللقاء. من هناك يحاول، ولكن الكرة مرت إلى الخارج. مباراة كانت جميلة ومثيرة، لا نتمنى أن نشاهد فيها توقفات كثيرة. هنا رمية جزائية لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. السليمانية نحو الهدف، السليمانية هسه يسجل وسجل. نعم، هدف يسجل لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. هدف إذن يسجل. 7-7 بين الفريقين. كرة لمصلحة الفتوة، من هناك يحاول فيها، ولكن التصدي حاضر من حارس المرمى زين العابدين، حارس منتخبنا الوطني. الاسماء المتواجدة في السليمانية تحدث عن حسين أحمد عزيز والمحترفين الآخرين في السليمانية الذين يقدمون مباراة جميلة لغاية الآن. السليمانية الآن يندفع للأمام وسجل هدف. سجل هدف الآن، يسجل لمصلحة السليمانية بشكل ممتاز جدا. السليمانية إذن يسجل، يصلون إلى الهدف الثامن لمصلحة السليمانية. من هناك لمصلحة الفتوة، فتوة يدفع للأمام، يريد أن يسجل، ولكن الكرة مرت إلى الخارج. طبعا السليمانية أيضا لديهم كرم طارق وسهند أشرف من الأسماء المميزين في فريق السليمانية. بينما الكرة عادت من جديد لمصلحة الفتوة. الله 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 يا حارس السليمانية زين العابدين، يعني تصدى ببراعة في هذا اللقاء لغاية الآن، وطبعا يلاقي طبعا تصفيق رائع وكبير من المتواجدين في فريق السليمانية. بينما السليمانية يندفع للأمام، يريد أن يسجل. السليمانية بالقمصان السوداء يريدون أن يجعلون هذه الليلة رائعة وجميلة لجمهور السليمانية المحب والمتابع والشغوف بالرياضة وجمهور كرة اليد تحديدا. لمصلحة السليمانية عادت سريعة للفتوة، يا سلام والله. مرة أخرى يتصدى، مرة ثانية يتصدى زين العابدين حارس منتخبنا الوطني، تصدى ببراعة. عادت من جديد للفتوة، لا زالوا يبحثون، والتصدي آخر من جديد. هذا فاست بريك سريع، الله الله الله، هدف.
التصدي من حارس الفتوة بهذه اللحظات. الله على مباراة عندما تستمر نشاهد فيها إثارة، نشاهد فيها جمال لكلا الفريقين بالنسبة للسليمانية وبالنسبة للفتوة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد موسم 2025-2026 حصريا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي بمشاركة 10 أندية بعد انسحاب نادي الناصرية. شاهد مباراة جميلة. تحدث عن النقاط، الجيش لديه 6 نقاط مع نادي نفط البصرة وكربلاء. الفتوة لديه 3 نقاط مع السليمانية أيضا نادي بلدية البصرة، ولكن لدينا نادي لغاية الآن لم يحقق ولا فوز، لعب 5 مباريات لم يحقق ولا فوز، هو نادي نفط ميسان، 0 من النقاط. عادت الآن الكرة للدوران لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق يريدون أن يسجلون. إذن هدف يسجل لمصلحة الفتوة، هدف رائع يسجل الفتوة بهذه اللحظات. عادت الكرة لمصلحة السليمانية من أحمد محمد جلال، من هناك مسرور لقمان صالح، وأيضا سجاد ندري من هناك. يا سلام، محاولة الوصول والتصدي. الله على التصدي بشكل رائع وجميل، هدف كرة بالمباشر تسجل لمصلحة الفتوة، هدف رائع يسجل لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات بشكل ممتاز ومثالي. 9 للفتوة، الهدف التاسع لمصلحة الفتوة. من هناك يبحث، يحاول، يريد أن يسجل لمصلحة السليمانية. محترفين متواجدين مع نادي السليمانية، أسماء نشطة جدا. تحدث عن كاميران نصرتي وسجاد ندري، وأيضا مسرور لقمان صالح. مسرور، هذه كرة وهدف. الله، هدف يسجل لمصلحة السليمانية، يعادل الكفة. 9-9. لا زالت كرة لمصلحة الفتوة وهدف آخر. هدف يسجل لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. الله على هذه المباراة، مباراة فيها إثارة، فيها ندية، فيها منافسة. 10 أهداف للفتوة مقابل 9 للسليمانية. محاولة الدخول والوصول، ولكن صافرة ومخالفة لأصحاب القمصان السوداء، يبحثون أمام القمصان البرتقالية الفتوة. كرة عادت من جديد. الفتوة والبحث لا زال مستمر. مباراة جميلة ومثيرة لغاية الآن في شوطها الأول في الدور السادس من دورنا، دور النخبة العراقي لكرة اليد، والإثارة لا زالت مستمرة. كرة الآن، محاولة الدخول، ولكن زين العابدين كعادته في الكرة الماضية اللي كانت جعفر صباح وأيضا أحمد محمد حمادة السوري بفريق الفتوة، اللي لغاية الآن أيضا يقدمون مباراة جميلة مع فريقهم. كرة عادت بشكل سريع.
من وليد هذال، يندفع للأمام وهدف. الله 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 الله، يسجل الفتوة بهذه اللحظات هدف، يسجل الفتوة بهذه اللحظات هدف، يصلون إلى الهدف، هدف 11 لمصلحة الفتوة، لمصلحة الفتوة 11 هدف مقابل 9 في مباراة جميلة ومثيرة لغاية الآن في الدور السادس. الدور السادس هنا في قاعة السليمانية في هذا اللقاء. طبعا حكام المباراة كما ذكرت بلال إبراهيم وأسامة سامي من محافظة ديالى، طبعا أخذوا الشارة القارية قبل أسبوعين، وهذه طبعا أول مباراة لهم في الباج القاري. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في دورينا وأيضا في المباريات الخارجية. كرة عادت للدوران من جديد لمصلحة السليمانية. مناولات مسرور لقمان والمحترف الإيراني الآخر مسرور، وتصدي حاضر من الحارس بشكل ممتاز ولطيف ورائع. عادت من جديد على الفتوة بهذه اللحظات، فتوة يبحث ويحاول ولكن مخالفة، رمية لمصلحة الفتوة، لعبت بشكل سريع من جديد الفتوة. الله، هدف يعني لعب بشكل دقيق في الزاوية، دقيقة جدا، من خلالها تمكن أن تعبر الكرة على حارس المرمى زين العابدين. يسجلون الهدف رقم 12 لمصلحة الفتوة. من هناك مسرور لقمان والمناولات لمسرور ومخالفة، رمية لمصلحة الفتوة. والتقدم لا زال لمصلحة الفتوة. هسه نشاهد عودة للسليمانية، لكن يبدو الفتوة قويا في هذا اللقاء، وهدف يسجل لمصلحة الفتوة. بالقمصان البرتقالية يتلألؤون في قاعة السليمانية، هكذا هم الفتوة يسجلون بهذه اللحظات. كرة عادت للسليمانية من سجاد نذري، والأسماء الأخرى سجاد يحاول فيها، سجاد نذري المحترف الإيراني، ولكن يحصل على مخالفة وإيقاف دقيقة على لاعب وليد هذال، ليس وليد هذال بل اللاعب جعفر صباح يغادر، إيقاف دقيقتين. يغادر جعفر صباح، بينما السليمانية والبحث لا زال مستمر، ولكن كرة خاطفة لمصلحة الفتوة. الله هذه كرة، والكرة لا زالت، هذه الفتوة يعني سريع جدا في الفاست بريك، كانت عن طريق وليد هذال ولكن كرة عادت لمصلحة السليمانية، وهذا هدف سجل السليمانية الآن في هذه اللحظات. دعش للفتوة
11 للسليمانية، 13 للفتوة. 13 للفتوة في هذا اللقاء. فتوة يقدم مباراة جميلة ومثيرة. 13 مقابل 11. في الدوري النخبة العراقي، نقول طبعا حصريا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل المستمر والحصري في دورينا. كرة لمصلحة الفتوة، محاولة التدوير بالكرة والوصول، ولكن يرتكب مخالفة لمصلحة الفتوة. مباراة فيها إثارة، هناك تقارب بين الفريقين، هذا ما نشاهده. كرة من زين العابدين، مناولات سريعة. سجاد ندري يفقد الكرة، عادت بشكل سريع للفتوة بهذه الدقائق، بهذه اللحظات. الفتوة يبحث، يريد، يحاول، يريد أن يسجل، يريد أن يسجل مزيد من الأهداف ليضمن نقاط هذا اللقاء، ليضمن نقاط هذه المباراة. كرة من جديد لمصلحة الفتوة والتصدي، تصدي حاضر من زين العابدين. كرة عادت من جديد لمصلحة السليمانية. سجاد ندري لعب الكرة، يا سلام، ولكن الكرة خاطئة، عادت لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. الفتوة لغاية الآن يقدم مباراة جميلة، يريد أن يحقق انتصاره الثاني في هذا الموسم لغاية الآن. يعني هو لعب فقط 3 مباريات بشكل رسمي، خسر مباراتين وفاز في مباراة. مباراته مع الناصرية قد شطبت، وفي الدور الأول كان في حالة انتظار وهدف. الله الله، يسجل الفتوة الآن الهدف لمصلحة الفتوة. 14 لمصلحة الفتوة. الكرة من جديد عادت لمصلحة السليمانية، يحاول فيها ولكن حاول في الكرة الماضية. مباراة جميلة، مباراة مثيرة بين الفريقين في الدور السادس من دوري كرة اليد. يعني الفريقين لديهم انتصار وحيد، إذا فاز الفتوة سيحقق الفوز الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للسليمانية. طبعا نذكر حكام الطاولة شاكول مجيد وتينا كريم، بينما المشرفين كنعان حسين ومحمد خليل. التقدم لمصلحة الفتوة في هذا اللقاء. إذن أيها الأحبة، نهاية الشوط الأول بتقدم الفتوة على السليمانية. التقيكم مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة.